قولها يا كابتن عادي. ما لا 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 انا طلعت يا كابتن. اصل اسامه قبل كده هاجم النادي الاهلي فيها وانا رديت عليه. وانا لازم دلوقتي اقول للنادي الاهلي واقول لابو تريكه ما تزعلش حقك عليا، انت كمان يا ابو تريكه ما تزعلش عليا. وعلى فكره يا كابتن انا كلمت كابتن هيثم فاروق وقلت له على ابو تريكه، قال لي ابو تريكه لا مش زعلان منك، وخدت رقم ابو تريكه وحياه لا اله الا الله ده حصل، وبعت له على الواتس قلت له ما تزعلش. بعد ما لقيت النادي الاهلي تعاقد، بعد نادي الزمالك تعاقد نفس التعاقد، يبقى النادي الاهلي كان عنده حق، انا اللي كنت غلطان. انا اللي غلطان، جمهور نادي الزمالك. لا بس انت ما اتكلمتش في ابو تريكه في التعاقدات، انت اتكلمت في ابو تريكه نفسه على لا ابو تريكه لا اللي هو لما النادي الاهلي تعاقد مع المشروب ده ابو تريكه ما طلعش اتكلم ان ازاي تعاقدوا بحاجه زي كده. وده مش شغله ابو تريكه. لا عشان النادي ده النادي بتاعه. لا مش شغلته. ايوه مش شغلته. انا يا كابتن على العموم انا على الهوا، انا على الهوا يا كابتن بقول له بس ده حاجه كويسه اللي بيقوله ده. انا يا كابتن كلمته وبعت له بس عشان يعرف انه غلطان وبعت له لازم وما يغلطش تاني. لا كون اللي اسامه يعترف بخطأ ويعتذر دي حاجه كويسه منه. تحترم نفسك بعد كده. عشان ما اقومش اضربه. كلنا بنغلط، بس انت لما بتيجي تقول انا غلطان بتطلع مبررات. انا بقول لك غلطان على الهوا ما عنديش مشكله، لان انا بشر وما بخافش من حد خالص. انا عجبتني جدا اللي انت خدت منه الموبايل، اللي سرقت منه الموبايل ده، انت عايز تعرفه مين؟ عشان ترده له ده. اللجنه الالكترونيه اينو ماسكاني يا حرام موبايلات حرام موبايلات. فانا قلت لهم على الهوا ايه يا جماعه الموبايل ما بتعملش، ارجعه له عشان انا متضايق. الرد ده عجبني. ايوه كان هو مين بقى؟ ربنا انت سرقته وانت مش لاقي. هو مين بقى؟ انت بقى دلوقتي عايز ترجعه اللي هو مين بقى؟ اللي هو مين؟ عشان ماشي ما حدش هيرد عليا. اللي هو مين؟ ما حدش هيرد عليا. فيا كابتن جمهور نادي الزمالك ممكن تخيره تاخد بطوله افريقيا اللي هي غايبه عنك بقالها كتير، ولا انت تتعاقد مع المشروط ده يقول لك لا مش عايز افريقيا وهو مشتاق ليها وكلنا مشتاقين ليها. لا طب نجيب لك 10 الزمالك ظروفه صعبه يا استاذ. الجمهور يا كابتن، جمهور الزمالك غير، مع انا اسف معلش مع احترامي لاي حد، جمهور الزمالك يا كابتن تخسر بشرف هيشجعك. في جماهير تانية تخسر وانت لعيب كويس يضربوك. لا جمهور الزمالك تخيره من البطولات وبالعقد ده يقول لك يا عم مش عايز بطولات، الغي العقد ده خالص، الغيه مش عايزه. للاسف مجلس اداره نادي الزمالك وقع في غلطه كبيره، وانا واحد من الناس يعني انا مقاطع كله. انا مقاطع كله، ده اقل حاجه اقدر اقدمها، ما اقدرش اقدم اكتر من كده في حياتي، ده الوحيد اللي اقدر اقدمه. وايه المشكله لما اقاطع الحاجات دي؟ يحصل لي اموت يعني؟ عني ما شربتها، عني ما اكلت الحاجات بتاعتهم يعني، هيحصل لي يعني؟ انت نفس الكلام قاطع، ما انا باخد دوري كل 5 6 سنين، ايه المشكله يعني؟ اعمل فريق وابني فريق واحنا معاك، وقول لي الجمهور كده، الجمهور اول واحد اللي في ظهرك. انا يا جماعه هبني فريق كمان سنتين، انا يا جماعه استحملوني السنه الجايه، هيقول لك ماشي.